خويا العزيز، كي تناقش العياشة فيما يخص قضية الصحراء الغربية متقبلش معاه، اديه ديريكتومون اون فاس الحقيقة نتاعو، يعني تحكمو تهزو تنفضو زوج نبضات هكذا سيبو هكذا خويا العزيز. لذلك اطلب منك فضلا وليس امرا، تبعني فقط ولو لدقيقة هكذا خويا العزيز. جيبوا ديريكتومون للموقع هذا الموقع الرسمي تاع المملكة المغربية، يعني الجريدة الرسمية تاع المملكة المغربية. روحوا حملوا النسخة نتاع 31 جونفي 2017، كليكي هنا على البي دي اف نتاعها تخرج لك النشرة العامة والجريدة الرسمية. ها المملكة المغربية الجريدة الرسمية النشرية العامة، وقتها 31 جونفي 2017. كي تطلوا هنا تلقاو القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي. واش جاب القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في الجريدة الرسمية المغربية؟ بكل بساطة عندما كما راكم تقراو معايا ايداع وثائق انضمام المملكة المغربية الى القانون التأسيسي تاع الاتحاد الافريقي، تم اعتماد هذا القانون التأسيسي وتم نشره ينشر بالجريدة الرسمية المغربية. واش يقول هذا القانون التأسيسي اللي تبنوه واعتمدوه وصاي ولا اوفيسيال في المملكة؟ اولا هذا القانون التأسيسي تاع الاتحاد الافريقي كاين اعضاء هما اللي اسسوا هذا الاتحاد الافريقي. وينهم الدول الاعضاء هذو؟ لو تروحوا معايا للرقم 39 واش تلقاو؟ رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. يا خويا هو مستعرف به باللي الصحراء غربية مش مغربية. وعلاه تتهموا الجزائر؟ زيد واش يقول فيما يخص الدول الاعضاء هذو اعضاء وهو دخل ولا عضو منهم. وش هو المطلوب منه؟ المطلوب منه تقراو هنا المواد تاع القانون التأسيسي هذا. واش تقول؟ الدفاع عن سيادة الدول الاعضاء منهم الصحراء الغربية ووحدة اراضيها واستقلالها. زين نروحوا للمادة الرابعة، احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال اكسيتيرا اكسيتيرا. من هنا تعرفوا انه هو مستعرف عنده في الجريدة الرسمية، اعتمد القانون التأسيسي واعترف بوجود انه الصحراء غربية وليست مغربية، ويتهم الجزائر بمحاولة تقسيم وحدة التراب المغربي. المهم في الختام مش نقول خويا الجزائري، انني قلت لك وانت دبر راسك هكذا خويا.